مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. دعوة للمحافظة على القارات والثروات الطبيعية. إشادة بدعم أسر الشهداء في إقليم عنسبة. دعوة لرفع الوعي بالسيطرة على الحرائق. الصين تحث أمريكا على الوفاء بمسؤولياتها بشأن نزع السلاح النووي. إيران تجري تجارب صاروخية في 5 مدن. والصين تصاعد الحرب التجارية مع أوروبا برسوم جمركية على منتجات الألبان. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. دعا سلطة الغابات والحياة البرية اليوم 23 من ديسمبر إلى الحماية اللازمة للموارد الطبيعية بشكل عام والشتول الموروثة بشكل خاص في الاجتماع التقييمي لعام 2025. قدم الممثلون المنتشرون في الأقاليم تقارير مفصلة حول أنشطة الحفاظ على المياه وصيانة التربة وظاهرة إزالة الغابات وطرق مكافحتها وأنشطة الاستبدال والإجراءات القانونية ضد المخالفين وغرس شتول الأشجار وتقدمها والأنشطة التي تضمن استدامة الحياة البرية. وبحسب التقارير فقد تم غرس 80% من أكثر من 7.4 مليون شتلة تم تجهيزها في 34 محطة للشتول بحلول عام 2025، ونمت بنسبة وصلت إلى حوالي 96%. فيما يتعلق ببرامج الحفاظ على المياه والتربة تم بناء أكثر من 2000 كيلومتر من القنوات الحوضية و500 هكتار من القنوات الجديدة، كما تم إصلاح أكثر من 510 كيلومتر. بالإضافة إلى ذلك تم تقديم شرح شامل عن التدريب المنظم لتطوير الموارد البشرية لتربية ورعاية الحيوانات البرية. وبعد المناقشة التي استندت إلى التقارير قدم المشاركون اقتراحات وتعليقات للبرامج المستقبلية. وذكر المدير التنفيذي لسلطة الغابات والحياة البرية العقيد كينفي هابتوم أن الحفاظ على موارد الأشجار وإثرائها يساهم في إثراء التنوع البيولوجي، مشيدا بإنجازات القائمين على برامج الاستثمار الأخضر بضرورة الاستمرار فيها بطريقة منظمة. هذا وقد حث العقيد كينفي المجتمع على تعزيز الجهود للحد من إزالة الغابات واتخاذ إجراءات صارمة ضد الصيادين غير الشرعيين لضمان استدامة الحياة البرية المهددة بالانقراض. أشاد مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة في التقييم الذي أجراه يومي 20 و21 من ديسمبر في مدينة كرن بدعم تأطيرات الجبهة في الإقليم لأسر الشهداء. وأوضح مسؤول الشؤون التنظيمية في الإقليم السيد إسماعيل محمد نور توزيع أكثر من 1.5 مليون نقفة تبرع بها طواعية الأعضاء العاملين في القطاع العام على أسر الشهداء والمحتاجين، بالإضافة إلى قيامهم بأنشطة تنموية فاعلة. من جانبه أوضح مسؤول الشؤون السياسية في مكتب الجبهة بإقليم عنسبة السيد مولوء تسفى مريم بأن السمينارات والتوعية والتثقيف السياسي قد حققت نتائج مشجعة في تعزيز المشاركة الفعالة للمواطنين في برامج التنمية والأمن وتحقيق جهود إيصال المرأة إلى السلطة الشعبية نتائج ملموسة. ودعا المدير العام لقسم الإدارة والمالية في إقليم عنسبة السيد كبرو منر أيو إلى العمل الجاد لنقل تاريخ وثقافة وقيم الجبهة الشعبية إلى الأجيال، مشددا بأن رفع الوعي السياسي للمواطنين من مسؤولية كل الجهات. وأفاد الاجتماع التقييمي بأن إعادة تنظيم التأطيرات وانتخاب قادة لها وزيادة مساهمة الكوادر في جميع الجوانب من الخطط الرئيسية التي سيتم تنفيذها في عام 2026. أعلنت الجمعية الوطنية لمعاقول الحرب بإقليم القاش بركة بأنها تعمل على تعزيز قدرات أعضائها وتنظيماتها، وذلك خلال اجتماع عقد في مدينة بارونتو يوم 20 من ديسمبر الجاري. وذكر مسؤول الفرع السيد تسفى لدت منقستو أن حوالي 4000 من المعاقين منظمون على مستوى الإقليم، مضيفا أن الجمعية تقوم بإعادة تأهيل الأعضاء وتقدم الدعم لهم، كما تغطي 70% من نفقات العلاج والنقل لهم وتقديم القروض بأسعار مناسبة وزيادة المساهمة العامة الشاملة. أوضح أنه تم بذل جهد جاد لتنفيذ المبادئ التوجيهية الصادرة على مستوى الجمعية في عام 2025 الجاري، كما يجري العمل بالتعاون مع الشركاء الحكوميين لخلق بيئة تمكن أعضاء الجمعية من الاكتفاء الذاتي ورفع إنتاجيتهم. وأفاد السيد تسفى للدت فيما يتعلق ببرامج القروض أنه تم توزيع حوالي 7 ملايين نقفة على 1089 عضوا ليستثمرها المستفيدون في مشاريع تجارية مدروسة مسبقا.
وحث السيد تسفالدة المواطنين والإدارة والجهات المعنية الأخرى في ختام اللقاء على المساهمة لضمان وصول الدعم والمساعدة التي تقدمها الجمعية الوطنية لمعاقل الحرب في إريتريا إلى جميع الأفراد المستحقين. واقترح المشاركون بضرورة معالجة الفجوة في تسجيل وتقييم وثائق ذوي الإعاقة، إلى اهتمام خاص للأفراد الذين يعانون من مشاكل اجتماعية واقتصادية وتقديم المساعدة لهم، وتعزيز الروابط بين فرع الإقليم ومكاتبه في المديريات. نظم فرع جمعية المعلمين بإقليم شمال البحر الأحمر سمينارا حول دستور الجمعية وواجباتها وحقوق أعضائها يوم 21 من الشهر الجاري في مدينة جندع. وذكر رئيس فرع الجمعية الأستاذ صالح حسن بضرورة تقديم مساهمة فاعلة، حيث يلعب المعلمون دورا رائدا في إحداث تغيير نوعي من خلال تعزيز جودة التعليم. وشدد مسؤول مكتب التعليم بالمديرية الأستاذ سليمان محمود بدوره على أهمية تعزيز العلاقة الثلاثية، وحث المعلمين على أن يكونوا قدوة ومجتهدين في ضمان جودة التعليم وتحسين التحصيل الأكاديمي للطلاب وإنتاج طلاب مميزين. ودعا المشاركون في الختام بأن تقدم الجمعية قروضا للأعضاء المحتاجين وأن تولي اهتماما لمشكلة سكن المعلمين. وافادت الأنباء الواردة أن السمينار الذي عقد بعنوان دور المعلم في بناء الطالب الكفؤ قدمه الأستاذ محرة آب قبر سلاسي من المكتب المركزي لوزارة التعليم على شرف هذه المناسبة. نشد قائد شرطة مديرية مندفر النقيب هابتو والداي إلى رفع الدور الواعي للمجتمع لمكافحة الحرائق. وهاب في المناشدة التي وجهها بمناسبة الحريق الذي اندلع في المنازل بسوق بعراي بمديرية مندفرة مساء يوم 19 من ديسمبر، هاب المجتمع لتوخي الحذر في استخدام المعدات الإلكترونية والإهمال ومنح الأولوية لسلامة الإنسان في حال حدوث الحرائق. وقال نادرا ما يحدث حريق في المديرية، إلا أن الحريق الحالي أحدث دمارا كبيرا من حيث الأموال والممتلكات، وزاد من صعوبة دخول سيارات الإطفاء إلى المنطقة. وأوضح المحقق الجنائي السيد ماني برهي أن سبب الحريق هو تآكل الغطاء البلاستيكي لأسلاك الكهرباء، حيث دمرت 4 منازل بكامل محتوياتها. عقدت ندوة في بلدة داغرقيس التابعة لمديرية الدخالة للحد من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الإسراف في المناسبات الاجتماعية، وضمن اللقاءات التوعوية التي عقدت في قرى عدي قعر وعد كودهم باشا وعد راغود وبلدة داغرقيس تم التوصل إلى حلول على مستوى القرى بتحديد قيود الإسراف غير المبرر والذي يلاحظ في مناسبات الأعراس والخطوبة وأعياد الميلاد والمآتم. وحث مدير إدارة بلدة داغرقيس السيد راهي عبيو المجتمع لتعزيز مشاركته في جهود الحد من الإسراف الزائد، نظرا إلى أنها تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين. وذكر المشاركون الجهات الحكومية المعنية والشخصيات المؤثرة في القرى على المساهمة في تعريف هذه القيود ودعمها، مشيرين إلى ضرورة المراقبة الجادة لسير هذه الضوابط واتخاذ إجراءات ضد المخالفين. هذا وتقع ضاحية داغرقيس على بعد 17 كيلومتر قرب مدينة الدخالة، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 2000 نسمة. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. حثت الصين الولايات المتحدة على الوفاء بمسؤولياتها المتعلقة بنزع السلاح النووي. جاء ذلك بعد أن ذكرت مسودة تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الصين حملت على الأرجح ما يربو على 100 صاروخ باليستي عابر للقارات في أحدث 3 مواقع إطلاق إنشأتها، وإنها لا ترغب في إجراء محادثات للحد من التسلح. وقال لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي دوري أنه ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية تهيئة الظروف للدول الأخرى الحائزة على الأسلحة النووية للتخلي عن سلاحها. وتجري الصين تحديثات لتراسنتها من الأسلحة وتوسع نطاقها بوتيرة أسرع من أي قوى نووية أخرى. ووصفت بكين التقارير التي تتحدث عن تعزيز قدراتها العسكرية بأنها مساعي لتشويه سمعتها والتضليل المتعمد للمجتمع الدولي وفقا لرويترز. أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن تجارب صاروخية أجريت في عدة مواقع في إيران. وقالت فارس نقلا عن الملاحظات الميدانية والتقارير العامة أن هنالك تقارير وردت عن تجارب صاروخية في مدن خرم أباد ومهاباد وأصفهان وطهران ومشهد. وبثت القناة التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية مقاطع فيديو لما بدا أنها عمليات إطلاق صواريخ دون تحديد المواقع الدقيقة. الخطوة تهدف إلى رفع الجاهزية للردع في ظل تلويح إسرائيل وأمريكا
بخيارات عسكرية، الأمر الذي قد يقود إلى سباق تسلح إقليمي وزيادة احتمالات المواجهة في الشرق الأوسط. أعلنت الصين فرض رسوم جمركية مؤقتة تصل إلى 42.7% على بعض منتجات الألبان المستوردة من الاتحاد الأوروبي عقب الانتهاء من المرحلة الأولى من تحقيق مكافحة الدعم، والذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه خطوة مضادة لرسوم جمركية فرضتها التكتل على السيارات الكهربائية الصينية. وستتراوح الرسوم الجمركية الصينية من 21.9% إلى 42.7%، لكن معظم الشركات ستدفع نحو 30%، وتشمل منتجات مثل الحليب والجبن، بما في ذلك الجبن الأزرق الفرنسي الشهير روكوفور. وسيبدأ تطبيق الرسوم. وتصاعد التوتر التجاري مع الاتحاد الأوروبي في عام 2023 عندما أطلقت المفوضية الأوروبية التي تشرف على السياسة التجارية للتكتل تحقيقا لمكافحة الدعم بشأن السيارات الكهربائية المصنعة في الصين. في الخبر الأخير، حققت شركة اينوسبيس الكورية الجنوبية إنجازا جديدا بإطلاقها لأول صاروخ تجاري من مركز ألاكانتارا الفضائي بالبرازيل، في خطوة بارزة تعكس طموحات الشركة والبرازيل الفضائية رغم تحطم الصاروخ بعد دقائق من الانطلاق، وما أثار اهتمام المجتمع الفضائي العالمي. وانطلق صاروخ هامبيت نانو بعد تأجيل العملية ل5 أيام بسبب مشاكل تقنية وأحوال جوية غير مناسبة. وبدأ الصاروخ مساره العمودي كما هو مخطط، لكن عطلا ظهر بعد دقيقتين مما أدى إلى إسقاطه وارتطامه بالأرض. تأتي هذه المحاولة ضمن سلسلة تجارب اينوسبيس لتعزيز تقنياتها، فقد أطلقت في مارس 2023 مركبة تجريبية مماثلة من نفس المنشأة لتعزيز أقمارها الصناعية والدفع الصاروخي الهجين، مما يثير توقعات بمزيد من النجاحات وتطويرات مستقبلية في مشاريع الفضاء التجارية. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. دعوة للمحافظة على الغابات والثروات الطبيعية. إشادة بدعم أسر الشهداء في إقليم عنسبة. دعوة لرفع الوعي بالسيطرة على الحرائق. الصين تحث أمريكا على الوفاء بمسؤولياتها بشأن نزع السلاح النووي. وإيران تجري تجارب صاروخية في 5 مدن. الصين تصعد الحرب التجارية مع أوروبا برسوم جمركية على منتجات الألبان. تفضلوا فاضل بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.